البعض يسأل عن مواسم الخير وكيف للمسلم أن يتعامل مع هذه المواسم وأن يستقبل هذه المواسم. الجواب: مواسم الخير هي الأيام التي لها مزيد فضل والتي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ليتقربوا إليه، وقد علم الله سبحانه وتعالى ضعفنا وحاجتنا إليه سبحانه وتعالى، وعلم تقصيرنا في حقه في سائر أيامنا، ولذلك جعل من هذه الأيام أيام قد خصها بمزيد فضل فجعلها قربة له سبحانه وتعالى. هذه الأيام منثورة في كل سنة على مدار العام، يجد المسلم أياما يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان المسلم على كل حال هو عبد لله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم وهو من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو عيد المسلمين. في هذا اليوم شرع الله سبحانه وتعالى عبادات عظيمة وجليلة كصلاة الجمعة، وهي من أعظم وأجل العبادات التي شرع الله لعباده في هذا اليوم. ومن ذلك كذلك قراءة سورة الكهف، ومن ذلك كذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جعل لها في هذا اليوم مزية وفضل على سائر الأيام. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ساعة يستجيب فيها لعباده يتقربون فيها إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كيوم الجمعة هناك مواسم كعشر ذي الحجة وغيرها من المواسم التي جعلها الله سبحانه وتعالى قربة لعباده. وقد خص الله سبحانه وتعالى كل موسم من هذه المواسم بعبادة تختص بهذا اليوم هي أفضل العبادات، وهذا يعني يحتاج منا أن نتعلم فضل هذه العبادات ونتعلم فقه الحسنات حتى نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.